يعني انت دراسي سيناريو قريت فين يعني بتكتب سيناريو واضح جدا، يعني مكتوبه القصيده بحرفيه عاليه للغايه. يعني القصيده توزيع يعني توزيع الادوار، توزيع الكلمات، يعني الحوار المكتوب على لسان الشخوص بديع، مكتوب بحرفيه عاليه جدا. المشهديه، المشاهد وانتقاله بدايه، يعني هو لم يبدا بمأساة محمود مع رغيف العيش، مع جوع الأبناء، مع عوز الزوج، لم يتحدث عن ذلك. هو بدأ المشهد الهام للغاية الذي ينسل فيه من بين الأصدقاء أو الرفقة أو يعني البأس والبأس الذين يشاركونه المصنع، ويلقي بذاته داخل خزان الحياة في هدوء تام. يعني ثم في المشهد الثاني يوضح شيئا آخر، ثم في الحلقة الأخيرة يبدأ يعطيني بدايات كيف كان محمود، كيف كان نهبه، كيف كان شكله إلى آخر ذلك. طبعا من الحاجات المهمة جدا عنده اللي بنسميها المسبوقات الشعبية، يعني في بعض الكلمات اللي بنقولها احنا كده يعني للتعبير عن جمل كتيرة، زي مثلا لما يقول لي رمالي الكلمة راس الغول، خلصت. يعني هذه الكلمة كده احنا يعني كعقل جمعي نعلم ان الكلمة راس الغول هي الكلمة الفاصلة المخيفة القاطعة التي لا تستطيع معها ان تؤتي بأي رد فعل يغاير من ألقى إليك هذه الكلمة، فألقى هذه الكلمة. فنجد أنه يعني زي الشيطان في السرعة والإنتاج، كلمة شيطان بنت دي شيطان يعني، فخلص أنا أعلم أن هذه الفتاة على درجة من السرعة، من النشاط، من الصيرورة، مع بديعة. فهو استخدم عدد كبير. لقيت الباكو والترقية والتجديد. الباكو طبعا معلوم لكل المصريين ماذا تعني هذه الكلمة. بلمح لقيت محمود كأنه ما كانش. ايه الجماليات في هذه الجمله؟ على سبيل المثال يعني اذا تحدثنا عن جماليات اللغه عند حسين، لما يجي يقول لي بلمح لقيت محمود كأنه ما كانش، الجمله ايه؟ يعني انا نقلها من الPDF اللي جاي. انا مش بقصد كده، انا بقصد ده على فكره مكرر بشكل كبير. يعني حسام بشكل كبير لا يعتمد على جزئيه الصوره، يعني ما عندوش جماليات. يعني نلاقي بعض الشعراء العاميه الموجودين معانا تطلع له صور كده، تقعد تطلع دلالات صوره يعني ما تعرفش ايه الحاجات. هو ما بيعملش ده بالصوره، ما بيعملش ده من خلال، لا هو بيعمله ده من خلال تركيب المضمون ومفارقه بدايه القصيده عن اوسط القصيده عن نهايتها، اللي هو صراع المتواليات ده. طيب بعد ما تخلصنا من او وجود المسبوقات الشعبيه، عنده الحوار. زي ما قلنا انا معجبه جدا جدا بانه بيضع الجمل بشكل رائع على لسان كل شخصيه من الشخصيات. اذا اتخذنا صاحب المصنع ممثل الرأسمالية، بيقول يا نتفاهم يا اما هتندم، رمالي الكلمه راس الغول وكمل قول، خليك حمول امسح دموعك، ده اللي حصل، فرجك وصل، والحزن مش مناديل مبوشها البكا، من بكره هتعود للعمل الحي، اي بكره هتعود للعمل الحي ابقى. اللغه تتسم بالفوقيه. هذه انا راس المال، انا من اتحكم في قوتك، أنت تعمل لدي، يعني أنت ليس لديك خيار، لا تقدمني اقتراحات، لا تساعدني في تطوير المصنع، أنت مجرد آلة داخل هذا المصنع، والآلة إن وقفت أبكي وأحاول صيانتها، أما أنت إن ذهبت فلتذهب إلى الجحيم. فهو اللغة فوقية، بتتسم بالفوقية، ودايما نلاقيها بتسعى دايما زي كده مبادئ الرأسمالية، ما بين ترهيب وترغيب المراد. يعني إما بترهبك بشكل كبير للغاية، إما بتتسم بسمات ترغيبية
زي المرابي كده اللي بيشجعك انك تستلف علشان تغرق اكتر واكتر واكتر حتى تضمحل ولا تستطيع الا الانبطاح امام هذا الرأسمالي. طبعا الحشود برغم تجمهر الحشود في كثير الا انها دائما كانت ردود افعال لما في الموقف او المحيط الخارجي. يعني المحيط الخارجي دائما صاحب الكلمه الاولى، يعني هو سيد الصراع. المحيط الخارجي بخاف منه، فلذلك عندي صراع داخلي من الخوف لان الخوف استوطن. فالجموع كلها برغم كثرتها لكن هي كثره غير مؤثره، كثره منبطحه، كثره لا تستطيع ان تاتي بفعل الا فعل الانتظار. من فينا هيموت النهارده، من فينا هيبيع اللي مات. يعني هم على علم ان مصير محمود فراوله ليس مصيرا فرديا، لا علاقه له ابدا بظروف محمود الاسريه او القيميه او الفكريه، هي فقط مساله زمنيه، والجميع سيصل الى ما وصل اليه محمود. ولكن الفارق الوحيد انه في بعض لحظات من شجاعه امتلك قرار، هذا القرار لم يستطيع الا ان يذهب به الى التحرر الوحيد، وهو الانعتاق من هذا الواقع المرير. وكان هذا الانعتاق عن طريق الانتحار، الموت. أن يصل الإنسان، أن تصل نظرته إلى أن الانتحار أو الموت هو سبيله الوحيد للتحرر من كل مواجعه، من كل آلامه، هذا أعتقد أمر شديد السوء، وبالتالي يحيل الإنسان إلى بالفعل أن يكون حفرية من الحفريات. لابد أن تدرس من فعل كائن أكثر بشاعة.